النهاردة الحلقة كانت مليانة مفاجآت، لكن أكتر لحظة خطفت قلوب الجمهور كانت مع المتسابق المصري زياد اللي طلع على المسرح بثقة كبيرة وصوت كله إحساسه. من أول ما بدأ يغني الكل حس إن في موهبة مختلفة واقفة قدامهم. صوت زياد كان مليان قوة وإحساس أكبر من سنه بكتير، وده اللي خلى لجنة التحكيم تركز معاه من أول ثانية. والجمهور كمان اندمج مع الأداء بشكل واضح جدا، وبمجرد ما خلص أول مقطع من الأغنية بدأت ردود الأفعال للجنة التحكيم تظهر بسرعة، والكل كان مبسوط بالطاقة اللي عندهم على المسرح، خصوصا الفنان الشامي اللي كان واضح جدا عليه انبهار بصوت زياد. وبعد ما خلص الأغنية قال جملة ضحكت عليه الجمهور كله، وقال له الشامي أنت عندك 65 سنة. طبعا كان بيقصد إن صوته فيه إحساس وخبرة وطريقة الغناء تخليك تحس إنه مطرب كبير بقاله سنين طويلة في المجال، مش طفل صغير لسه بيبتدئ. الكلام ده خلى الجمهور يضحك ويسقف بقوة، وزياد نفسه اتكسف وابتسم على المسرح، وكانت لحظة جميلة جدا مليانة عفوية وفرح. أما الفنان رامي صبري فكان واضح إنه مقتنع بموهبة زياد من البداية، واتكلم معاه بحماس كبير وقال له إن عندك خامة صوتية مميزة جدا، وإنه يقدر يشتغل على صوته ويوصل لحاجة كبيرة جدا الفترة الجاية. المنافسة بين المدربين بدأت تزيد، وكل واحد حاول يقنع زياد بانضمامه لفريقه، لكن في النهاية كانت المفاجأة إن زياد اختار فريق رامي صبري، وده خلى رامي يفرح جدا على المسرح وقام استقباله بحماس وسط تصفيق الجمهور. بينما الشامي فضل يضحك ويهزر مع زياد بسبب صوته اللي حس إنه هو أكبر منه بكتير. والجمهور على السوشيال ميديا كمان اتفاعل بشكل كبير مع الحلقة، وناس كتير قالت إن زياد عنده حضور قوي جدا وصوته دافع يخلي أي حد يسمعه بسرعة، وفي ناس شبهته إحساسه بالمطربين الكبار بسبب طريقته الهادئة ومتمكنة في الغناء. واضح إن رحلة زياد في البرنامج لسه شايلة مفاجآت كتير، خصوصا بعد انضمامه لفريق رامي صبري اللي معروف إنه بيعرف يطلع أفضل ما عند المشتركين. والجمهور بقى مستني يشوف يقدم إيه في المرحلة الجاية، وهل يقدر يكمل المشوار ويوصل للنهايات.